تقدم بيه احد المحامين ضد حضرتك وضد الشيخ مظهر واستاذه نواره والاستاذ طارق الخولي. والله انا ما اعرفش التفاصيل، ولكن بلغني ان احد الشباب اللي بيحقق معاهم وظبط بيعدي زجاجات مولوتوف في فيلم فيديو بيقولوا ذكر اسمه في التحقيقات، لذلك في خبر في الجرايد بيقول هيتم استدعائي لسماع اقوالي. انا ما جاليش حاجه الى الان، مفيش اي حاجه بلاغ ضدي انا شخصيا قدمه واحد لواء صادق، وربنا يرحمنا من اللواءات الصادقين دول اللي نازلين تحطين في الدوله يمين وشمال. قدم لواء صادق بلاغ فيا وطالب شنقي عشان انا بشير عدم الاستقرار في الدوله. وقبل كده زي ما انت فاكر مجلة 6 اكتوبر عامله المحرضين وحاطين الصور وكلام كده كتير يعني. انا بالنسبه للواقعه دي بالذات اللي هي بيصير حواليها الاستدعاء الادلاء بالاقوال، هي تخص ما بعد اعتصام مجلس الشعب، شرع مجلس الشعب الى مجلس الوزراء، وما يخص غالبا اللي حدث للمجمع العلمي. تمام. طبعا انا لا اعرف هذا الرجل، يعني لما قريت اسمه في الجرايد ما اعرفوش. ربما يعني هو كمان ما يعرفنيش او يعني يعرف عني من الاعلام. انما ما فيش اي تعامل بيني وبين هذا الرجل. تمام. خالص. طيب يا دكتور بقى بتدعم الثوره، وهل اصبح دعم الثوره جريمه؟ يا سيدي لو جريمه انا بلبسها. ايوه بقى دعمت الثوره وبدعمها وهدعمها. نعم. وده شرف ليه؟ انما الثوره بتاعتنا ثوره سلميه وانت كنت مشارك فيها بنفسك، وعمرنا لا بنمسك مولوتوف ولا بنمسك نار ولا بنمسك حاجه. صحيح صحيح. ده وضعنا يعني. طيب دكتور حمزه، في بعض الجرايد كتبت انه في محاوله لشيطنه الثوره ومحاوله لإلقاء ظلال على رموز ظهرت في التحرير وارتبطت بالتحرير وارتبطت بالثوره. هل انت بتشوف اللي حصل دوت او البلاغ ده، سواء بالنسبه للي اتكلمنا عنه او البلاغ اللي حضرتك اتكلمت عنه بخصوص احد اللواءات السابقين، بيصب في السياق دوت؟ يا فندم دي محاولات بائسه ويائسه وحاجه كوميدي، يعني زي كده افلام اسماعيل ياسين في الجيش. لا تعدو الكوميديا السوداء، لان الشعب المصري ناصر. انت تعرف احد زملائك الاعلاميين اللي عنده محطه عملتها له ماما اخذ 112 صوت. يعني الشعب مش غبي يعني. صحيح. الشعب زي ما بيدي ده 112 صوت، مع ان ال 112 صوت دول في حد ذاتهم كتير قوي يعني. بس افلام اسماعيل ياسين بتضحك، دي افلام مثيره يعني للاسى. طيب انا عايز حضرتك اسمه الكوميديا السوداء. طيب حضرتك الناس يعني الناس اغبياء، هم عارفين ان هناك ثوره مضاده وهناك من يريد شيطنتها وعاوز يسوق الصوره. الناس مش هبل. فبديك مثل ان نزل في مجلس الشعب وكان فاكر نفسه يعني اخذ 112 صوت. تمام. نمرة 2 بعديه اخذ 14,000. صحيح. طيب دكتور حمزه، انا عرفت انه لا البلاغ ده ولا البلاغ ده اثر على ترتيب كنت عاملينه انتوا ومجموعه من القوى المعروفه انها من قوى الثوره، طبعا على المجلس الوطني اللي بترأسه او انت الامين العام بتاعه، في الجمعيه الوطنيه للتغيير اللي لعبت دور مهم قبل وبعد الثوره ضد نظام مبارك، 6 ابريل، حركه كفايه، بهدف التحضير للذكرى. 9 مارس يا استاذ حسين. نعم. و9 مارس مظبوط، و9 مارس. تمام. ايه اللي توصلتوا ليه؟ حسيت انه عرفت ان الاجتماع ده تقريبا استغرق معظم ساعات اليوم النهارده بدعوه منه. ايوه بدأ الساعه 1 وانتهى الساعه 6 وشويه. تمام. وكان عندنا بعد كده مجلس وطني بعد الساعه 6. تمام. اولا الاجتماع كان بيبحث هنعمل ايه بمناسبه مرور عام على بدء الثوره. قلنا هنعمل مؤتمر يوم 21 في قاعه المؤتمرات، وهيبقى فيه الحضور التسجيل، يعني اللي عاوز يحضر لازم يسجل اسمه علشان العدد الاماكن محدوده. المؤتمر ده هيناقش شعارات الثوره وتحويلها الى حقيقه
او تحويلها الى مستند او الى وثائق. شعارات الثورة اللي هي بدأت مع الشرارة الاولى لها الثورة كانت خبز او يعني عيش، حرية، كرامة، حرية، عدالة اجتماعية. تمام. ففي 4 ورقات عمل هتقدم. ورقة العدالة الاجتماعية هيعملها الدكتور جلال امين. تمام. ورقة الكرامة الانسانية هيعملها الدكتور محمد نور فرحات. ورقة الحرية هيعملها الاستاذ بهاء طاهر مع الاستاذ خالد يوسف المخرج مع احد السياسيين ما بين الاستاذ عبد الحليم قنديل والباشمهندس احمد بهاء الدين شعبان. لان الحرية ليست فقط يعني حرية تعبير، حرية فكر، حرية ابداع، وايضا حرية استقلال القرار المصري حتى لا يكون خاضعا للاملاءات الاجنبية. الكلام ده كله هيتحول لوثائق وثق شعارات الثورة. انقطع الاتصال بيننا وبين الاستشاري المعروف الدكتور ممدوح حمزة، وكان يتحدث اولا عن البلاغ الذي قدم ضده هو وبعض الناشطين منهم الشيخ مظهر شاهين، نوارة نجم، وايضا طارق الخوري، لكنه كان يتحدث اكثر عن استعداد 5 من اكبر القوى التي شاركت في الثورة: مجلس الوطني، الجمعية الوطنية للتغيير، 9 مارس، كفاية، و6 ابريل، بحيث ان يكون هناك تحضير حقيقي لهذه الذكرى يحافظ من ناحية على سلمية الثورة كما تفضل الدكتور حمزة، وايضا يؤكد على اهدافها الحقيقية في حرية وعدالة اجتماعية وعيش وحرية وعدالة اجتماعية. كمان كان بيتكلم عن شخصيات بالغة الاهمية في النخبة المصرية: الدكتور جلال امين، الاستاذ الاديب العظيم المعروف الاستاذ بهاء طاهر، ومعه ايضا كوكبة اخرى لاعداد اوراق هذا المؤتمر الذي سينعقد في 21 ليكون تجميعا لجهود المرتبطة بقصة ذكرى الاولى لثورة 25 يناير. ونحن نعرف ايضا ان اللجان الشعبية التي تضم شباب الثورة تقوم بعمل موازي او نقول متمم لتأمين الميدان. اليوم ايضا كانت قد جرت ما وصفه بعض المراقبين